قانون استيراد عربيات ذوي الهمم او زي ما بيقولوها كده في الشارع عربيات المعاقين، رغم تحفظي على الكلمه. القانون ده اتعدل خلاص ومجلس الوزراء وافق عليه النهارده، خبر لسه طازه. حصل ايه بقى في التعديلات؟ زي ما قلت لكم مجلس الوزراء النهارده وافق على تعديل احكام اللائحه التنفيذيه لقانون حقوق ذوي الهمم، ونظم فكره استيراد السيارات او العربيات بتاعتهم بشكل جديد. ايه هي بقى التعديلات اللي حصلت؟ يلا بينا. واحد، حصول الشخص المتقدم على بطاقه اثبات الاعاقه وبطاقه الخدمات المتكامله، ولو عايزين نتكلم عنها في فيديو مخصوص اللي هي بطاقه الخدمات المتكامله دي عرفوني في الكومنتات، لان ناس كتيره سالتني عليها. اتنين، تقرير طبي يكون في بيانات الشخص صاحب الاعاقه، واذا كان بقى هيقدر يسوق بنفسه ولا حد هيسوق له. تلاتة، لازم العربيه اللي هتستورد تكون باسم الشخص اللي عنده الاعاقه. أربعة، دي جديده بقى خلاص، ما بقاش ينفع تشتري عربيه من المناطق الحره. خمسة، العربيه ما ينفعش تزيد عن 1200 سي سي اذا كانت بنزين او جاز او هجين اللي هي هايبريد. ورقم 6، ما ينفعش الموتور يكون تربو. 7، لو العربيه اللي هستوردها كهرباء ما ينفعش تزيد عن 200 كيلو وات. 8، لازم تقدم اقرار. بيفيد بايه الاقرار ده؟ ان انت ما خدتش او ما استفدتش بالمبادره خلال اخر 5 سنين. هتفتح بقى حساب بنكي انت او حد من قرايبك، قرايب درجه اولى، في بنك ناصر الاجتماعي او واحد من البنوك المعتمده في البنك المركزي. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده قبل ما نقدم طلب التقديم بتاع الاعفاء بسنه على الاقل، وتعمل ايداع في حساب البنك بثمن العربيه كاملا. وما ينفعش تعمل توكيل للعربية في الشهر العقاري. 9، ودي حاجة مهمة جدا، العربية اللي انت هتستوردها ما ينفعش يكون عدى عليها اكتر من 3 سنين بما فيهم سنة الصنع. اهم حاجة بقى، لو انا شغلت دماغي هيحصل ايه؟ هيتطبق غرامة بتوصل ل30,000 جنيه اذا انا بعت العربية او اديتها لحد تاني مش مصرح ليه انه يسوقها. وعلى فكرة كتير من الناس في الايام اللي فاتت، اي الشهور اللي فاتت كمان، بعد قرار وقف الاستيراد كانت مش فاهمة هيحصل ايه وايه الدنيا والعربيات دي رايحة فين. وفي ناس كتيرة جدا منهم ناس قرايبي شخصيا معاهم الجوابات علشان باسم ولادهم بس مش عارفين يعملوا ايه. القرار نزل اهو، ولو عندكم اي اسئلة عن القانون الجديد اكتبوا لي في الكومنتات وارد عليكم. سلام عليكم.